عمرو سلامة المخرج في تصريح ليه قال إن إسماعيل ياسين أسوأ ممثل في تاريخ السينما، وإنه ما بيعرفش يمثل، وإنه كمان ندمان إنه كان بيحب إسماعيل ياسين في طفولته. ويعني نبدأ كلامنا الأول بمين هو عمرو سلامة أساسا. هو مخرج أخرج مسلسل بيمبو، ويعني اللي هو لأحمد مالك، وأخرج مسلسل ما وراء الطبيعة. طبعا كلنا فاكرين واقعة ما وراء الطبيعة والشروط التعجيزية اللي حطها للمشاهد عشان يتابع هذا العمل العظيم الرائع اللي ما حصلش في التاريخ. طبعا ما بتكلمش بجد. يعني اللي قال لك ايه، ما حدش يتفرج على المسلسل وهو حاطط رجل على رجل تقريبا، ولا ما حدش يتفرج على المسلسل وهو نايم. لا، اقعد اتفرج على مسلسل وانت قاعد، عشان احنا صارفين في الجرافيكس وفي المش عارف ايه. وما تنوم يعني، حاول تطفي النور وانت بتتفرج. ويعني ما تتفرجش عليه على الموبايل، اتفرج عليه على شاشة كبيرة وساوند سيستم مش عارف ايه. كما لو ان يعني هو عمل حاجة ما حصلتش. ده جيمس كاميرون نفسه ما بيقولكش البس نظارة قبل ما تشوف افاتار ولا قبل ما تشوف الشغل بتاعي. ده ستيفن سبيلبرج نفسه ما قالكش بقى اعمل ولا سوي وانت قاعد بتتفرج عليا. يعني حاجة غريبة جدا. ولا كريستوفر نولان يا اخي قال للمشاهدين لازم تتفرجوا عليا بطريقة معينة، اصل انا صارف على الفيلم. وافلام بره بتبقى متكلفة يعني بالعملة بتاعتنا مليارات. فايه الافواره طبعا والناس استلمته على السوشيال ميديا وقتها لو حد فاكر. مسلسل ما وراء الطبيعه قبل العرض خد كميه هجوم ونقد وتريقه على تصريحات عمرو سلامه. ازاي؟ من افلام عمرو سلامه برضو صنع في مصر، اللي هو يعتبر من اضعف افلام احمد حلمي. صنع في مصر طبعا لو فاكرين ان هو كان متاخد من فيلم امريكي، برضه بيتكلم عن شخص تحول لدبدوب يعني، او تحول للعبه. ويعني ده فيلم تاني ليه مش فاكر اسمه، كان بطولة آسر ياسين وأروى جودة وبسمة وأحمد الفيشاوي. مش فاكر كان اسمه ايه، بس كان حلو إلى حد ما الفكرة بتاعته. لكن ده كل تاريخ عمرو سلامة. يعني عمل فيلم برضه اسمه بره المنهج. فشل يعني، فشل وحش جدا في السينما. وبرضه فيلم كان ممل ومفهوش أي حاجة كده اللي هو ممكن تتفرج عليها. عمل فيلم اسمه فيلم لا مؤاخذة. فيلم لطيف وجميل وكل حاجة. لكن ده تاريخ عمرو سلامة اللي هو بينتقد النهارده اسماعيل ياسين اللي افلامه عايشه لحد النهارده. يعني انت فاكر دلوقتي افلام اسماعيل ياسين باساميها، اسماعيل ياسين في البوليس الحربي، اسماعيل ياسين في الطيران، وبتضحك عليها لحد النهارده. وانت هو بالعافيه، لولا ان انا يعني متابع جيد ما كنتش قدرت اعرف اسامي الافلام بتاعته، ولا حتى في فيلم منها عايش لحد النهارده. بل ان بعض الافلام ابطالها نفسهم تبرؤوا منها، زي احمد حلمي ما بيذكرش مثلا فيلم صنع في مصر كتير في شغله. اشهر حاجه لاحمد حلمي طبعا كلنا عارفين عسل اسود، وبعض الافلام التانية كده رضا، اكس لارج. لكن صنع في مصر ده يعتبر من أسوأ أفلام أحمد حلمي. فيلم آسر ياسين اللي قلنا عليه ده برضه ما بيتذكرش في أي وقت ولا أي مناسبة. وأفلام مثلا زي بره المنهج، ما يتهيأليش إن في حد أصلا يهتم إنه يتفرج عليه بعد ما نزل حتى على الإنترنت. فواحد بهذا التاريخ يعني الجميل جدا بقى جاي يتكلم على إسماعيل ياسين اللي أفلامه عاشت 60 و70 سنة لحد النهارده. طبعا هتقول لي ده رأيه وهو حر فيه ومفيش مشكلة وبتاع، لكن رأي مين يا باشا؟ رأي هو أسوأ ممثل؟ ده انت بتدي حكم كده، انت ما بتقولش رأي. انت بتقيم اسماعيل ياسين وبتقول عليه من أسوأ الافلام. صحيح اسماعيل ياسين من أسوأ الممثلين يعني، صحيح اسماعيل ياسين مش هو زكي رستم ولا محمود المليجي، لكن اسماعيل ياسين قارنه بممثلين كتير جدا هتلاقيه ممثل جامد جدا. يعني مثلا دوره هو طيب جدا، ويعني مغلوب على امره، هتصدقه. الشخص اللي هو بيبقى ساذج وكده وبيروح الجيش او بيروح مهمه خطيره في اسماعيل ياسين في البوليس او البوليس الحربي او الطيران، بتلاقيه ممثل جميل جدا. مونولوجيست، صوته جميل، عنده ادوات الممثل كلها. اللي يقول لك ده مش ممثل، يعني انت عندك ممثل بيعمل استعراضات، بيغني، دمه خفيف، بيمثل تراجيدي وكوميدي، والكوميديا اصعب انواع التمثيل. وانت جاي تقول عليه النهارده ان هو مش ممثل جيد واسوأ ممثل في تاريخ السينما المصريه. سبق الكلام ده قبل كده، كان عمر الشريف برضو مره قال ان اسماعيل ياسين ممثل سيء، ما ينفعش يكون ممثل كوميديان في اي حته في العالم. انت ممكن تتقبل الكلام ده من واحد زي عمر الشريف مثلا، مع اني برضو الصراحه ما تقبلتوش. مش من حق برضو الفنان الكبير جدا العالمي عمر الشريف الله يرحمه ان هو يقيم فنان من جيله كمان او من الفتره برضو اللي كان شغال فيها
صحيح طبعا هو اسماعيل ياسين قبل شويه عمر الشريف، ولكن اسماعيل ياسين ده كان الجمهور يعني على السينما بتاعته بالطوابير، وافلامه عاشت. مع احترامي برضو اكتر من افلام كتير لعمر الشريف، يعني ممكن تلاقي عمر الشريف عمل افلام هو نفسه ندم عليها، منها حسن ومرقص هو نفسه ندم عليه، وندم على المسافر وتعارك مع المخرج وتعارك مع خالد النبوي وانتقدهم وبتاع. فيعني عن عمر الشريف نفسه في افلام ليه هو عاملها مش عاجباه. لكن اسماعيل ياسين نادرا ما كنت تلاقي ليه فيلم ما بيحققش ايرادات، او ما بيعيش مع الناس وينجح طول الوقت. احنا قبل كده هنا في القناه عملنا، او في القناه بتاعت اسرار الفنانين والمشاهير، عملنا حلقه كامله اتكلمنا فيها عن اهم 10 افلام لاسماعيل ياسين، وشرحنا بقى كل الاعمال دي، اتكلمنا عنها فنيا وادبيا ونقديا، وكانت افلام ممتعه جدا فكرتنا بايام جميله جدا، شرحناها بمعنى ان احنا فصلناها، يعني مش شرحناها ان احنا انتقدناها. اتكلمنا عنها كلها مرتبطه بحاجات جميله جدا في طفولتنا. الموميا اللي هو متحف الشمع يعني، اسماعيل ياسين يقابل راوي سكينه، حاجات كلها روعه. المونولوجات والديوهات اللي كان بيعملها مع سوريا حلمي مثلا عبقريه جدا. سكتش اللي كان عامله مع كيتي الراقصه، العفو عند المقدره احسن كتير من الشوشره، حاجه عبقريه جدا. استعراضات وغنى وكوميديا وتراجيديا، يعني حاجة جامدة جدا. أنا مش عارف إزاي إن في حد ممكن يكون منتمي للسينما ويشوف إسماعيل ياسين بهذا الشكل السيء يعني. وطبعا مش هنقول أكتر من إن عمرو سلامة دايما بيحاول يختلف في آرائه عشان الناس تفتكره، أو عشان يبان إن هو كده جامد يعني أو مثقف قوي، فتلاقيه دايما واخد اتجاه عكس الناس كلها عشان يتعرف. لكن للأسف الشديد أكتر حد بيضر عمرو سلامة هو عمرو سلامة نفسه بالأعمال بتاعته. لأن قبل ليلة عرض مسلسل ما وراء الطبيعة، زي ما قلنا اللي حصل إن الناس تندرت وسخرت من التعليمات والإرشادات اللي المفروض المشاهد يتبعها قبل ما يتفرج على العمل العظيم جدا اللي اسمه ما وراء الطبيعة، اللي الناس طبعا بعدها اتريقت على شكل العساس، أو يعني شكل الغوريلا اللي كان جايبها والجاسوم والحاجات الكتيرة اللي عملها في المسلسل. والناس قعدت تتريق على مستوى الجرافيك اللي كان عمرو سلامة فاكر انه لما ينزل الناس هتريل من الانبهار يعني على العمل بتاعته. اخيرا منتظر رايك في التعليقات، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك، وانتظرنا في الترند اللي جاي.